بسم الله الرحمن الرحيم، ورجعت لكم فيديو جديد. عملنا مع بعض البوكيه ده، ان شاء الله نعمل واحد احلى منه. تمام. وعملنا في الفيديو اللي فات قلت لكم تفاصيل الستاند كامله، فاللي ما شافهاش يروح يشوفها في صندوق الوصف. اول فيديو ان شاء الله هتلاقوني حاطه له اللينك بتاعه. نخش بقى على التفاصيل المهمه جدا. اول حاجه هي الستاره انا بجيب قماش وتنيته بس تانية على قد ان هو يدخل في الماسوره بتاعه الستاند. طيب، الستاند ده فيه مليان مسامير، وطبعا انا كنت موقفاه زي ما انتوا شفتوا في الفيديو اللي فات، وتفاصيله كلها في الفيديو اللي فات. ده ستاند دبل، بشيل منه الحته دي وبشيل المسمار، طبعا لان المسمار اللي بيربط بين الماسوره والتانية عشان تمسك في بعضها مش هينفع ندخل منه الستاره، فكان الحال طبعا احنا نشيله. وخلي بالكم يضيع، اهم حاجه تشيلوه وتحافظوا عليه. هندخل الستاره. تمام. الستاره دي انا استخدمت نوعين من انواع القماش. تمام. ستاره في الظهر، وهحكي لكم كل التفاصيل اللي حصلت معايا والمواقف وانا بشتري القماش، يعني مش عايزه اقول لكم. طيب، واللي عايز بقى القماش بتاع الستاره، لو انتوا بقى عايزين مثلا الستاند والستاره الحاجات دي كلها، هتلاقوا اللينك بتاع التليجرام في صندوق الوصف برضو، وفي رقم واتساب لو عايزين الستاره تبقى جايه لكم جاهزه برضو ومعموله على ان انتوا تحطوها على طول. والستاند كمان اظن مفيش اسهل من كده. وهسيب برضو السعر بتاعها وسعر الستاند في التليجرام. طيب، انا طبعا بندخلها بالطريقه دي. انا خيطت منها الجنب الواحد بس اللي بندخله فيها. تمام، عشان برضو ما يكلفنيش. ونبتدي ان احنا نقفل الستاند بالمنظر ده. طبعا الستاند ده بيطول وبيقصر زي ما انتوا عارفين. فالماسوره دي في الظهر، يعني في الماسوره انا بدات ان انا احركها براحتنا. انا كنت عاملاها قصيره، يعني ده طول الستاند لما بنيجي نجمعه انا عاملاها قصيره عشان نعرف نشتغل بس عليها، وبعد كده هنرفعها نطولها الحجم اللي احنا عايزينه لحد 3 متر. طبعا لو انت في قاعه او في حاجه في مكان واسع اوسع من المكان اللي عندي ده، تقدري ترفعيها براحتك الطول اللي انت عايزاه، والديكور هيبان اكتر. بدات برضو اعمل نفس الطريقه هنا، ان انا هفك المسمار اللي بيربط بين الماسورتين، وتحافظوا عليه برضو. ونبتدي ان احنا نحط القماش ده. هقول لكم برضو تفاصيل القماش. هنبتدي ان احنا ندخل واحد واحد بالمنظر ده. خلي بالكم هو فيه زي زاويه حرف ال كده، بس احنا بنحاول نتعامل، يعني خلي بالكم برضو ان تتقطع منكم بسبب الحديد. بدأنا ندخل واحده واحده. القماش اللي ورا، اول حاجه انا كنت بفكر ان انا اجيب قماش ستار عادي، حاجه تقيله. القماش الستاره اللي ورا ده قماش ستاره عادي. المتر منه كان معدي يعني. تمام. بعدين رجعت قلت طب انا ممكن اجيب قماش قطيفه. لقيت القماش القطيفه سعره غالي جدا برضو، فبقى اضطريت ان انا الجا لاماكن بيع القماش العادي. تمام. الطريقه دي بصوا بدات ان انا اكرمشها كده. عارفين لما بنيجي نعمل المخده بتاعه السرير، هو نفس الطريقه دي. قلت يمكن يبقى اسهل شويه بدل ما اعمل واحده واحده. فضلت الف على كميه انواع كتيره جدا عشان اشوف ايه اكتر نوع قماش كويس. اول حاجه احنا في القدام ده، اللي ورا ده عادي ممكن نحط اي نوع قماش. اللي قدام ده بقى انا استخدمت 6 زي ما انتوا شايفين. ال6 دول استخدمت نوع قماش بيمط. احنا عايزين قماش يبقى فيه مطه. بصوا، هو خفيف شويه بس هو حلو، هو مناسب جدا بالنسبه لسعره. بصراحه ده كان ارخص حاجه، ده تقريبا اقل من السعر، يعني الاسعار التانية 3 اضعاف. ده بقى الستاره العادي، هو ده فيه لمعه برضو. حبيت ان انا اجيب اقرب درجتين من بعض فجبت نفس الدرجه. طبعا ممكن نجيب كافيه ابيض، اي لون انتوا عايزينه، اسود بقى، لون العروسه اللي عايزاه. تمام. بدات ان انا اركب الستاند. المهم اضطريت ان انا جبت القماش ده في الاخر، لقيته هو اكتر حاجه قريبه من السعر وفيه مطه. يبقى انتوا هتدوروا على لو انتوا بقى يعني بعيد عني، دوروا على اي نوع قماش فيه مطه. فانتوا تروحوا لاي حد بيقطع قماش عادي، انا عايز قماش فيه مطه. تمام. ميزه بقى القماش اللي من فوق اللي فيه مطه ده ما بيكرمش، هيتحرك معاكم براحتكم. بصوا انا هنا بشد الستاند بقى بالعرض بتاعه عشان نعرف نتحكم فيه. العرض بتاعه ظهر اهو شويه. تمام. يعني شوفوا سمك الستاره كانت هنا. نبتدي بقى ان احنا نوزعها ونعمل الابعاد متساويه، يعني 1 2 3 4 5 6. استخدمت 6 قطع. عرض الستاره دي 1.5 متر. انا كنت فكرت ان في قماش مثلا اللي هو عرضه 2 متر، اللي هو القطيفه. بس القطيفه كان 3 اضعاف السعر ده. عارفين يعني ايه 3 اضعاف؟ يعني الموضوع مكلف مكلف مكلف. انا بصراحه كنت بدور على اقل سعر فيهم، فهو ده النوع الوحيد اللي انا لقيته اقل سعر. اللي هيقول نوع القماش، انا مش فاكره اسم النوع القماش بالذات، بس هو قماش فيه مطه، انت مالكيش دعوه بنوعه اصلا.
تمام. انت هتروحي تقولي له قماش فيه مطه، تمسكي الخامه حلوه ومناسبه للسعر، خلاص اشتريها. اي نوع بقى قماش، عشان بس لا، في ناس بتجيب شيفون، بس الشيفون هتحتاج كميه كبيره جدا. تمام. الارتفاع بتاع المتر ده، الارتفاع الطولي ده 4 متر، انا قصيت 4 متر، يعني 4 في 6 ب24 متر، يعني الستاره اللي قدام دي 24 متر. تمام. فعشان كده تحس ان هيبقى مبلغ كبير قوي. انا بقى هنا جيت اثبت النيون. وبرده لو عايزين على فكره نيون متوفر جاهز، الكلمه اللي انتوا عايزينها. بنبتدي ان انا عملته بقفيز، طبعا هو ده فيه زي جنزير كده، فانا عملته بس بقفيز بحيث ان هو يطول معايا شويه. انا عاملاه طبعا قصير كده لان الستاند لسه هيطول، لسه هيطلع لفوق. تمام. انا كل ده شغاله بس عشان اعرف اتحكم فيه، وبعد كده هرفع براحتي جدا. تمام. ابتدي ان انا ارفع يمين وشمال. طبعا لو قدامك حد الموضوع هيبقى سهل جدا. اللي هو بتاع النيون السلك بتاعه بدات ان انا ارميه ورا، يعني في الظهر. نخش على الستاره اللي ورا. الستاره اللي ورا انا جايباها 4 متر بس. انا بصراحه خلاص بقى، برضو الستاره اللي ورا كانت سعرها غالي شويه، فانا جبتها 4 متر بس. طبعا ممكن تجيبوها 6 براحتكم. لو هتجيبوا شيفون، انه انا مش عارفه هتجيبوا الامتار متضاعفه بكتير، خدوا بالكم. الفكره في ان ارتفاع الشيفون، لو انتوا جبتوا شيفون الارتفاع بتاعه تقريبا كام، الارتفاع بتاعه اللهم صل على النبي تقريبا 2 متر. فانا مش عايزه حاجه 2 متر، انا عايزه الطول ده يبقى 4 متر عشان اعرف بصوا اتحكم فيه براحتي، الفه براحتي، اعرف اربطه من تحت براحتي. تمام. احنا هنجيب 1 2 3 من اليمين، تالت واحده من اليمين، هنشتغل على 2 مثلا اللي في النص. تمام. هما 3 يمين و3 شمال. اول واحده من 3 اللي في اليمين نجيبها لاخر واحده خالص، نجيبها على الشمال بالمنظر ده. تمام. يبقى الستاره اللي ورا 4 متر. هو اصلا يعني الستاره دي ستاره اللي هي بتعلق في البيوت عادي، فاصلا ارتفاعها هي 4 متر عرض، طولها اصلا 3 متر او 2 متر و80 سنتي، فسبتها زي ما هي. تمام. الساعه كانت مضايقاني بصراحه، فانا قلت لا يعني مش لازم نواجهها دلوقتي خالص. لكن القماش ده قماش عادي، قماش هدوم، قماش اي حاجه، بيبقى عرضه اصلا متر ونص. استخدمت كام؟ متر ونص عرض ثابت، احنا ملناش دعوه بيه. 4 متر، يعني الواحده من اللي انا ماسكاها دي 4 متر. 4 في 6 ب24. السعر حسب اليوم، حسب النوع القماش اللي انت هتجيبيه واليوم. يعني ممكن هتلاقي في رينج 60 جنيه 65 وهكذا. تمام. للمتر. اللي ورا ده كان سعره غالي شويه. اللي ورا ده كان فيه في نوع ب150 وفي نوع ب110. تمام. فاربعه بقى اضربوا بقى. انا مش عايزه اقول اسعار، بس دي اسعار اليوم، اسعار ما انا اشتريته. خلينا برضو مش اليوم، لان هو بقاله كده عندي القماش ده اسبوعين من نزول الفيديو، فهو بقاله شويه، عشان بس ايه الاسعار كل يوم في داهيه. انا هنا كنت عايزه احاول ادور على اي حل من الحلول ان احنا ما يبقاش مكرمش من تحت. طبعا انتوا فاكرين ليه، مش هقول انا ليه. تمام. فطبعا اول مره انفذه قدامكم، فتخيلوا بقى انا بجرب، حاولت ان انا اعمل كده، قلت الله شكله هيبقى حلو قوي. انا عايزاه يبقى من تحت ايه، مش من تحت ماسك نفسه ومكلكع، لا انا عايزه مفرود، العرض بتاعه نفس العرض اللي احنا عاملينه فوق نفرده تحت. طبعا ده لو احنا عملنا العرض بتاعه كمان 3 متر الموضوع هيبقى حلو قوي وبراح. عموما ورا على فكره انت ممكن تستخدمه في الظهر بدل 4 متر، ممكن تستخدمه 5 6 يبقى احسن يعني. بس انا قلت هو خلاص بقى عشان الفلوس ومش بدفعش اكتر من كده، فانا عملتها 4 متر. فكرت في الدبوس، قلت طب انا ممكن اثبته بدبوس. بصوا انا عايزه المساحه من تحت عامله ازاي. ناس كتير قوي بتبقى عاملاها ايه من تحت بتتلم مع بعض كده. انا ما كنتش عايزه كده بصراحه. على فكره ممكن نعمل بالستاند ده افكار كتيره جدا. طبعا ممكن نغير قماش، ممكن نغير كل حاجه في الدنيا. ده غير ان انا لسه ما عملتش ليه ورده اصلا. انتوا متخيلين اصلا اول ما عملت كده لقيت نفسي فرحانه موت، ووقفت كل حاجه ونسيت ان المفروض نحط ورد. والله العظيم نسيت حرفيا. استنوا ان شاء الله في فلوج هعمله معاكم، ابقوا شوفوه. بصوا بقى، احنا كده المفروض نحط. اكتشفت بقى حاجه تانية بعد ما عملت ده كله، ان احنا المفروض نعمله على الشمال خالص، عشان هنجيب اللي على الشمال ده في اليمين الاكسات. قلت لا يا جماعه، اللي انا عملتها التالتة الاول واحده دي كانت حلوه، ففكيت بقى دي تاني. بصوا الكرمشه اللي انا عايزه اوصل لها، انا عايزه اعملها كده. بعدين شدته كويس على قد ما اقدر واحنا بنفرد. تمام. القفيز بقى يا جماعه، القفيز ده انا قلت ازاي ما فكرتش في القفيز، اكتر حاجه هتمسك القماش وهتظبطه. بس ظبط معايا ازاي. ممكن محتاجه تستخدمي الدبوس، تستخدميه في الحته اللي عند اليمين مكان ما انا ماسكه القماش كده. والكرمشه اللي انا عايزاها ظاهره وكل حاجه زي ما قلت لكم. لو هو على عرض 3 متر
الموضوع هيبقى احلى وبراح وتمام. بلاش كرسيين في الستاند ده، في الديكور ده بلاش، عشان برضو مهما لو كنتوا ما قدرتوش تظبطوا الدنيا تحت، انا والله حاولت على قد ما اقدر. هو الموضوع خد مني وقت رهيب، بس انا حاولت ان انا اختصره لكم في 12 دقيقه عشان بس توصل لكم المعلومه. بصوا انا بحاول ايه على قد ما اقدر الفينش يبقى احسن حاجه. ده اول مره يا جماعه، ها واخدين بالكم؟ بعدين برجعها لورا خالص واحط الستاره اللي ورا عليها بحيث ان داري القماش الزياده. طبعا هو 4 متر، انا مزوده بزياده عشان نبقى براحتي، لو جيت عملت الارتفاع 3 يبقى معايا متر اتني بيه براحتي. طبعا مفيش قماش اصلا عرضه 4 متر، مفيش. تمام. بعدها بقى جبت ايه يعني 1 2 3 عملتهم شمال. بعدين اول واحده جبتها منين؟ واحده من فوق مره، وبعدين من الظهر مره، من الظهر مره ومن فوق مره، وهكذا. خلي بالكم وانا شغاله كده اكتشفت ان احنا برضو محتاجين نتاخر ده شويه تاني، فانتوا رحرحوا بقى على قد ما تقدروا. تمام. انا بص هنا خلاص بدات ان انا احس ان هنا مفيش مكان، بس الحمد لله يعني. بصوا شويه بشويه الواحد بيتعلم. انا بحاول برضو اقول لكم على الحاجات اللي انا ما خدتش بالي منها عشان تاخدوا بالكم منها. بصوا طبعا المكان برضو مهما كان مش افضل حاجه. دي بقى هنجيبها ازاي؟ هنجيبها من فوق وبعدين نرجعها من تحت، العكس. تمام. نكرمش ونجيبها من فوق. القماش بجد اللي ما بيكرمش ده حاجه وهم. وفي منه انواع كتيره قوي. عارفين هو بيتلبس في الهدوم في الصيفي يعني. هو المشكله ان انواع اسماء كتير قوي، فانا ما اعرفش، فانتوا شوفوا المناسب ليكم وحسب السعر. ربنا يستر بس الاسعار ما تزيدش عن كده. لكن لا، ده القماش القطيفه كان واصل 160 جنيه. انتوا متخيلين كنا هنجيب متر بكام؟ ان شاء الله كنا هنكلف جامد جدا. فلا ده سعره اكتر حاجه متهاوده يعني. بس اصلا انا فكرت في الحوار ده. انا كنت رايحه اصلا هجيب ستاره طولها مثلا 3 متر واتنيها، دي ما كانتش هتتني عمرها. انتوا متخيلين كنت هلبس نفسي لابسه سوحه. بعدين رجعت بقى لما جيت ظبطتها قلت 2 متر الواحده، 2 متر. فكرت مثلا اجيب 2 متر واقصها، طب لا هي متر لا وحشه. لقيت المتر ونص مناسبه جدا، كنت فاكراها انها هتبقى صغيره، لقيتها مناسبه جدا. ولو كنا جبنا العرض 2 متر ده وقفنا. المهم بصوا بقى شكلها في الاخر. طبعا الورد اليمين ده هيداري الورد يمين وشمال. انتوا ممكن على فكره تزودوا كمان 2 وتحطوا واحده هنا في الزاويه اللي هنا يبقى يمين، وزاويه شمال لو انتوا عايزين بس تعملوها على قد قماش بس. لكن الورد لو جه هنا مثلا حته زي قوس اللي هو الهلال يمين وهلال شمال هيفرق جدا. طبعا بقى دي انا عايزه اقول لكم ان انا جيت حاولت ان احط عليها فرو رمادي. انا عجبني الاسود اكتر بجد. قولوا لي عجبكم انهي اكتر. اشتريت فرو برضو علشان المنظر يبقى تمام، وقلت برضو اجرب شكلها. بس انا حاسه الاسود اشيك بكتير بصراحه، حتى مع السجاده السمراء اشيك. طبعا الورد اليمين والشمال هيفرق جدا، ممكن تحطوا عمود يمين وعمود شمال بس. ما تنسوش اللايك والشير والفولو، وزي ما عملنا البوكيه وعملنا كل حاجه ان شاء الله المره الجايه تعملوها احسن مني باذن الله. المرايه دي برضو من اساسيات الديكور على فكره. استنوا تفاصيلها قريب جدا. ممكن نعمل عليها ستيكر فينيل وهتبقى شكل وترندي جدا. رأيكم؟